اهلا بيكم حبايب قلبي، اهلا بيكم في ليله التتويج، اهلا بيكم في اجمل ايام حياتي على الاطلاق، اهلا بيكم في يوم عظيم هو يوم تتويج نادي الزمالك بكأس الكونفدراليه للمره الثانيه عبر التاريخ. النادي اللي تأسس 1911 تحديدا 5 يناير، المحامي البلجيكي جورج ميرزباخ، بداية القرن العشرينات. 1913 تحول إلى نادي المختلط، 1941 تحديدا إلى نادي الفاروق، 1952 تحول إلى الفارس الأبيض مدرسة الفن والهندسة نادي الزمالك العظيم والعريق. النادي اللي 2002 2003 تحت قيادة كارلوس روبرتو كابرال كأول نادي في العالم بيحصل على 7 ألقاب في موسم واحد، المدرب المخضرم والعظيم متفوق على برشلونة الأسباني اللي فاز ب6 ألقاب فقط 2009. النادي اللي بتتجاوز عدد ألقابه في القدم والسلة والطايرة واليد لأكثر من 230 بطولة محلية وقارية. حبه في قلبي يا ناس ما له نهاية، لأن 1911 كانت البداية. ندخل في الماتش. الحمد لله والف مليون مبروك، ربنا ما ضيعش مجهود الجمهور العظيم، جمهور نادي الزمالك. الجمهور واستاد القاهرة تحديدا هما سبب زنجة نهضة بركان وانكماشه للخلف لحد ما استقبل هدف اللقب. سلامات يا احمد حمدي، وان شاء الله تكون بسيطة بعون الله. المهم بالنسبة لي الزمالك سجل هدف. انت سجلت هدف، ليه بتتراجع بدري قوي كده؟ ربنا كرمك وسجلت بدري، ليه بتتراجع بدري قوي كده؟ ليه؟ حاجة في منتهى الغرابة. ليه الزمالك مصمم انه يدخل نهضة بركان الجيم وتدخله الماتش ربنا سهله عليك، ليه بتصعبه على نفسك وعلينا؟ احنا قعدنا الموضوع متعقرب معانا لحد اخر دقيقة وصفرت الحكم. 2-0 بالنسبة لي، أنا ما كنتش عايز 3 والله، بس عايز 2-0. لا قدر الله النهضة بيسجل في أي وقت، أنت داخل الملعب، أنت داخل الجيم، أنت خلاص ما طلعتش بره. لو 2-0 وهو سجل هتروح لبلنتيات، هتروح لوقت، حتى لو 5 6 7 8 دقايق 9 دقايق وقت بدل ضايع، ممكن تسجل وقتها الثالث وتفوز. إنما 1-0 على النهضة خلاص سببت قلق لكل جمهورك لحد اخر دقيقه ورعب. وهو ده نفس الموقف اللي لا قدر الله ممكن يحصل مع جمهور النادي الاهلي يوم السبت. 1-0 لا تكفي على الاطلاق نهائيا، هتعيش في توتر لحد اخر دقيقه من الماتش. ربنا يوفق جمهور النادي الاهلي العظيم والنادي الاهلي بمشيئه الرحمن، وكل الجمهور اللي كان بيساندنا وبيدعمنا. عموما مسمار خط وسط بيتم تطويره وتصنيعه داخل جدران بيت 100 عقبة نادي الزمالك العظيم والعريق محمد شحاتة. شابوه يا بطل، كان نفسي يكمل، هو عايز يكمل، كان نفسي يكمل، سيبه يكمل. عموما خيرا بمشيئة الرحمن. جوزيه جوميز، مش هلومك على التبديلات ولا على محدودية الاختيارات، زي ما بحملك وقت الخسارة وبنحمل المدرب عادة وقت الخسارة، لازما دلوقتي اقول لك وقت الانتصار واشكرك على اول بطولة في ظروف صعبة، وان شاء الله ما تكونش الاخيرة. شابو جوميز. عموما احمد السيد زيزو، دموعك غالية علينا يا بطل، دموعك غالية علينا، وبكائك بعد الماتش ده اكبر دليل على الحمل اللي انت شايله على كتافك. انا فاهم والله العظيم، دموعك غالية علينا، انت كفيت ووفيت وعملت كل حاجة تقدر تعملها والله العظيم. شابوه احمد السيد زيزو. عموما دونجا كان محظوظ، ما ينفعش تتكلم على ماتش نهضة بركان والزمالك في نهائي الكونفدرالية غير ما تتكلم على اهم لقطة انسانية في الماتش. اخر احداث الماتش طبيعي التوتر، طبيعي الشد العصبي، طبيعي لازما يحصل كده. عموما دونجا كان دونجا محظوظ بان هو وقع مع شخص بيمتلك كثير من الإنسانية، ياسين البحيري لاعب نهضة بركان، في الكرة اللي حصلت في نص الملعب لما شال دونجا. شابوه ياسين البحيري، شخص بيمتلك الكثير من الإنسانية. تحيا الحياة إذا كانت جوارك يا زمالك عظيم، يوم عظيم بكل معاني الكلمة. النهر لا يغير مجراه، والتاريخ لا يغير مساره، والكل لازم يعرف قيمة الزمالك ومقداره. إن شاء الله بمشيئة الرحمن ما تكونش البطولة القارية الأخيرة ونقعد عليها كام سنة لقدام. إن شاء الله بمشيئة الرحمن عندنا السوبر، إن شاء الله نقابل النادي الأهلي العظيم، وإن شاء الله بالتوفيق للنادي الأهلي والله من كل أعماق قلبي بمشيئة الرحمن، عشان جمهور النادي الأهلي العظيم اللي مالي السوشيال ميديا وكله بينزل حاجات كويسة لنادي الزمالك على راسنا من فوق والله العظيم. هنحييكم ونشجعكم ونقابلكم في السوبر، ويبقى ماتش عظيم بين أحد أعرق الأندية العربية والأفريقية، نادي الزمالك والنادي الأهلي العظيم والعريق.
نادي الزمالك العظيم والعريق أحد أعرق الأندية المصرية والعربية توج للمرة الثانية بكأس الكونفدرالية. مليون مبروك من الأعماق لجمهورنا والجمهور نادي الزمالك العظيم اللي يستاهل كل خير. دمتم في أمان الله. أهلا بكم. للتاريخ، أكتر لاعب زملكاوي ساهم بأهداف في نسخة واحدة من بطولة أفريقية 9 مساهمات بدون احتساب الأدوار التمهيدية. أول لاعب زملكاوي يصنع ذهاب وعودة في نهائي أفريقيا. تاني أكتر لاعب مصري صنع أهداف مع فريق واحد آخر 30 سنة 59 أسيست بعد الملك شيكاب. لا 15 أسيست أفريقي كرابع أكتر لاعبين المصريين صناعة للأهداف في بطولات الكاف للأندية. 40% منهم كانت في أدوار الحسم، ربع النهائي ونصف النهائي، 6 أسيستات في الأدوار الحاسمة. دوري 2022 اللي جابه الزمالك، زيزو الأسطوري مساهم ب 53% من كل أهداف الزمالك. ودوري 21 اللي جابه الزمالك، زيزو مساهم ب 24% من كل أهداف الزمالك في الموسم. الكونفدرالية السنة دي زيزو مساهم ب 50% من أهداف الزمالك. الكاس 2022 هدف وأسيست في النهائي ضد الأهلي. كونفدرالية 2019 أسيست الفوز خارج الأرض ضد بيترو أتلتيكو اللي كان سبب في تأهل الزمالك. أبطال أفريقيا 2020 الزمالك صعد للفينال، والملك أحمد السيد زيزو أكتر لاعب صنع فرص في البطولة وأكتر لاعب صنع فرص في النهائي 4 فرص. عظيم وخيالي وتاريخي وأسطوري. تحيا الحياة إذا كانت جوارك يا زمالك عظيم. دمتم في أمان الله.